في ناس مرة أول ما أعلنا عنك يعني مواضيع، في عندك مواضيع كثيرة، لكن يعني موضوع العرس الأسطوري هذا مهبل في العالم. يعني يعني حتى يقولون وش مصير الفستان، وش مصير صدق لحد الآن أحب أفتح الفيديوهات أتفرج. أنا حابة هذه الليلة بكل تفاصيلها، الفستان بالزفات، بالفعاليات اللي كانت، بالكيكة، بالرقص اللي صار بعدين، الأفتر بارتي اللي شاركوا فيه ناس كثير. يعني فرحة كانت أعتقد الوطن العربي كله شاركها. صحيح صحيح صحيح. طيب تحدي نعم عن هذا العرس الأسطوري. يلا. كم بلغ إجمالي تكلفة العرس الأسطوري، وما مصير فستان زفافك المرصع بالألماس؟ الحين الناس بتقول احنا كيف تتكلمون بالفلوس وتتكلمون بالمبالغ عادي. انت شايف كذا؟ هو قد صرح به يعني من قبل منظم الحفل، الزواج كله ب$3 ملايين تقريبا، وفستاني موجود في البيت عندي، وفستاني كلف تكلفة عالية. ولكن أنا اليوم أول مرة أتكلم في هذا الموضوع. أنا فستان كل فترة أطلع عليه طلة جديد زي ما هو، أشعر أني أرغب في أني أهديه لعروس، ما أعرف مين هذه هي العروس، بس أشعر أني أرغب أن أهدي العروس لأسعدها، بس تكون العروس هذه عندها حالة خاصة مختلفة عن البنات العاديات. في بالك أحد معين؟ لا، لكن هذه دعوة اليوم. أنا كم تكلفة الفستان؟ شيء وشويات. يعني $3 مليون الحفل كثير. هذا أنت تكفلتي فيه ولا قلتي المنظمة ولا مين، ولا أنت تكفلتي فيه؟ اللي هو الفستان؟ لا، الزواج. الزواج نعم. أنت تكفلتي فيه؟ نعم. والفستان كم كان؟ الفستان ما يعني فستان تصميم طبعا مصممة السعودية الرائعة تيما عابد، اليوم نوجه لها تحية. أيوة نعم. فستان كلف مبلغ، يعني ما أذكر بالتفصيل كم كان المبلغ، ولكن تقريبا $300,000 شيء زي كذا. جميل. وين بيتكم في دبي انت؟ أنا ما أحب أتكلم بالمبالغ، لكن نروح مصر. لا أجريه. لا ما راح أجره، لا أريد أهديه لفتاة تستاهل. لا بالعكس، وضعها يكون خاص. وضعها خاص، وبالعكس ترى هذا يعني هذا نداء حقيقة، وهذا شيء جميل إنساني رائع. أنا أعرف إيش تقصدين. أبي أسعدها بس. وإحنا إن شاء الله أن نسهم يعني معك في هذا الشيء. كيف حظك في الحياة؟ الحمد لله راضية. زين ولا؟ لا كويس. كم في المية؟ عقرب أنا 100%. طيب. طيب نشوف حظك معنا. يلا نشوف.